يا أهلا وسهلا. والله على آخر الأيام في بكين، إن شاء الله بيكون معنا إجازة كذا 3 4 شهور. حبيت أمشيكم اليوم آخر يوم إن شاء الله، وبكرة راجع إلى عمان. بنودع الصين مع بعض إن شاء الله. بعد 4 شهور بنرجع مرة ثانية، فبروح كذا أتمشى شوية أسواق، وهذا في أشياء كذا جميلة تمشى ناخذ نشوف إيش موجود يعني. عادة حبيت أطلع اليوم بهذا الشكل، والله راح نشتاق هذه الفعاليات. عن نفسي صار لي فترة طويلة ما رجعت عمان، تقريبا بكمل 10 شهور كذا، فمتحمس اني ارجع ومشتاق للحياة الطبيعية في عمان والفعاليات. فيلا نتمشى في اخر الايام هنا في بكين، وعاد بنتلاقى ان شاء الله في عمان، نسوي لكم هناك فلوقات ثانية. احس اكثر شيء راح افتقده الجو في بكين. هنا درجة حرارة يعني بالكثير توصل 30، في عمان اتوقع الحين واصلة 50 عاد. الله يعين. والله وانا امشي لمحت هذا السوق كذا، سوق مؤقت شكل عندهم فعالية، فبروح نصور نشوف ايش موجود داخل معهم. اتوقع كذا اكل الشوارع. هذا كان نودلز، هذا مشاوي، لا شكله فطاير يضبط. هذا دوغز، هذا مشاوي دقاق، هذا شكله لذيذ. هذا عصاير، كلهم نفس الشيء يعني كذا، مشاوي وعصاير ونودلز، هذه الاشياء. شكله تختار اللي تريده ويشويوا لك اياه. هذا مشاوي مشكاك، جايب من فيلم. أغلبيتهم كلهم مشاوي. الشعب الصيني من أكثر الشعوب اللي تاكل هذا المشاوي. هو كذا سوق بسيط يعني، بس حلو فكرته، استغلوا المكان وسوي نفس كذا سوق بسيط، خاصة الناس اللي تحب أكل الشوارع. هذا اللي شاردين من الفيلم. أحب هذه أصحاب العربات يبدعوا صراحة في الأكل، نفس الشيء كذا، نفس النودلز. واجد حصلوا من عند المحطات. هذا واحد بعد شكله يسوي مشاوي، شوف. هذا أصحاب الهوت دوغز، وهذا بعد هذا ما أعرف إيش يسوي، شكله نفس النودلز يعني. فكثير تحصلوا منها في المحطات في الصين. شو كيف الأجواء هذه الأيام، كلها تمطر، شكلها بكين حزينة لأني بروح. ما شاء الله. إن شاء الله اليوم بالليل راجع يعني إلى عمان. كيف المكان جميل وهادي.
والله الحين متجه إلى قاعة الاختبار. هذا آخر اختبار إن شاء الله، على طول من بعد الاختبار إلى عمان. الشوق 1000. والله حاليا في الطائرة، شكل الطائرة فل على حسن حظنا يعني. يلا ما عليه، مشان نوصل بالسلامة. هلا هلا، مساء الخير، كيف الأخبار؟ كيف صحتكم؟ والله الحمد لله وصلت عمان من يومين بس ما صورت، لأني أول ما وصلت على طول زكمت. هذا أول استقبال يعني. والحين بس حبيت أصور كذا نكمل الفلوج، بس قبل لا نبدأ بروح أخذ لي كذا كوفي نروق، وبنسولف بعدين وأصوركم شوي كذا الفعاليات في عمان. كيف بالدداشة؟ خطير صح؟ يلا نروح. كل ده كان ليه لما شفت عينيك. طبعا المكان المفضل عندي رولز كافيه. هذا الكشك البسيط الجميل يضبط أحلى قهوة. هذا رولز. طبعا الحين جهزت القهوة، فبنسولف كذا على الخفيف. يا سلام، عجبتني صراحة هذه الشجرة، هذه أحلى ظلة شفتها في حياتي. والله جميلة. الحين بشوف لي كذا مكان أوقف عشان نسولف على راحتنا. قهوتهم قوية والله، رحت الصين ورجعت لا زالت القهوة قوية. زين بس والله ما أعرف إيش أقول. أهم شيء وصلت عمان، عندي الحين إجازة 3 شهور تقريبا، 3 شهور ونص كذا يعني، لين نهاية 9. فعندي أشغال كثيرة وأشياء كثيرة وواجد أشياء يعني لازم أسويها خلال هذا الشهور. يعني ضغط عالمي ما تعرفوا كيف، من غير التفريغ للبحث اللي هو البحث اللي بقدمه في الماستر، فبيكون واجد ضغط. يعني هذا الإجازة ما بس جاي استمتع واسترخي وكذا، لا، بيكون في الشغل يعني. فعسى خير إن شاء الله. اتمنوا لي التوفيق ودعواتكم لي بالتوفيق والسهالات، وتعدي الأيام كذا على خير، وارجع الصين ويكون خلاص أنا مخلص كل حاجة وكل الأشياء. فبنشارككم الفعاليات اللي بتصير، وبشارككم الأشغال اللي بسويها وقداولي كذا في عمان يعني. عسى بس يعني إني ما أنسى أصور فلوق، لأني واجد أنسى بعدني ما متعود يعني. وخلاص كذا تقريبا، كذا كان تقريبا يعني الفلوج. إن شاء الله نشوفكم في فلوجات ثانية، ونلتقي إن شاء الله على خير. السلام عليكم.